ازيكم؟ يعني ايه كوتشنج؟ هو الكوتشنج ده مهم؟ الكوتشنج ده هيساعدني في ايه؟ لا، الكوتشنج ده ما بيعملش اي حاجه خالص. هو انا لما ابقى مخنوق ولا متضايق ولا الحاله الاقتصاديه مش احسن حاجه، الكوتشنج ده هيساعدني؟ هيعرف يعني يديني حلول؟ هيعرف يعمل لي حاجه؟ تهيألي الكلام ده كله لا مش مظبوط. كلام كتير بسمعه وناس كتيره بتطرح التساؤلات دي، فبسالهم بقول لهم طب انتوا جربتوا جلسه كوتشنج؟ بيقولوا لي لا احنا سمعنا كده حاسين ان الموضوع ده اي كلام. فاقول لهم طب ثانيه واحده، ممكن تسمعوني وانا بعرفكم يعني ايه كوتشنج وبعد كده تحكموا؟ ممكن تجربوا جلسه استكشافيه في الكوتشنج وبعد كده تبقوا تحكموا. حابه اتكلم النهارده معاكم عن الموضوع ده. يعني ايه كوتشنج؟ كوتشنج من وجهه نظري هو شخص بيديك مساحه من الامان، مساحه من الاطمئنان، مساحه ان انت تطلع كل اللي جواك، تعبر عن كل اللي جواك. هو ممكن انا اعبر عن كل اللي جوايا مع حد، بس بعد كده هقعد اقول يا ترى هو سمعني ازاي، يا ترى هيقول عليا ايه، يا ترى الكلام اللي انا قلته ده هياخده ضدي، طب هيقول عليا انسان وحش، هيقول عليا ايه بالظبط؟ او حد يسمعني ويقعد طول ما انا بتكلم يقول لي بس انت غلطان، بس انت كنت المفروض تعمل كذا، بس انت كان المفروض ما تعملش حاجه الفلانيه، لا انت على طول بتفرط في حقك، لا على طول انت عنيف. ويبدا يلقي عليا باتهامات ويبدا يلقى عليا بجمل صعبه جدا. فبدل ما انا كنت رايح عشان افضفض، يبقى ابدا رايح عشان ادافع عن نفسي. لا ده صح ولا ده صح. الكوتشنج بيديك مساحه امنه جدا، عبر فيها، قول اللي انت عايزه بمنتهى الاريحيه. انا لا بحكم عليك ولا بقول لك انت صح ولا انت غلط، ولا ليا الحق ان انا اعمل ده اصلا. انا مجرد ان انت اما بتقول كلام ببدا اسمعه، وبسمعه استماع مش بس بوداني، بسمعه بكل جوارحي وبستقبل منك بكل جوارحك. بشوف جسمك بيتفاعل مع الكلام اللي انت بتقوله ده ازاي، عينيك بتقول ايه، ليه قلت الكلمه دي وما قلتش الكلمه دي، ليه عبرت بالطريقه دي وما عبرتش بالطريقه دي. وابدا اقول لك انا سمعت كذا، الكلام ده صح، الكلام ده عندك في صدى عندك ولا لا. ممكن تقولي لا الكلام ده ما يخصنيش خالص، تمام. ابدا اشوف مناطق في كلامك، اقول لك طب النقطه الفلانيه، طب الموقف الفلاني. فتبدا انت ممكن من خلال الاسئله اللي الكوتشنج بيطرحها عليك، تبدا انت تشوف حاجات وتربط مواقف ببعضها، تبدا انت تطلع وعي مختلف. وهو ده الحاجه اللي الكوتشنج بيركز عليها، ان يرفع وعيك بنفسك. ودي اهم حاجه، ودي اول حاجه لازم الكوتشنج يشتغل عليها. يرفع وعيك بنفسك، تبقى فاهم نفسك اكتر، تبقى عارف نفسك اكتر. بعد لما هتعرف نفسك اكتر هتبدا تعرف الناس اللي حواليك، تبدا تتعامل ازاي مع المحيط اللي حواليك. الناس اللي بتبقى عندها مشاكل مع اولادها، مشاكل مع زوجها او مع زوجته، مشاكل مع الاهل، مشاكل مع الاصدقاء، مشاكل في الشغل. كل المشاكل دي مش هتتحل غير لو المشاكل الداخليه وانت بقيت اكثر وعيا بنفسك، واكثر وعيا بايه حقوقك وايه واجباتك، وايه اللي بيريحك وايه اللي ما بيريحكش، ايه الحاجه اللي انا ببقى مبسوط فيها وايه الحاجه مش مبسوط فيها. كل الكلام ده لما تعي بيه ويتضح عندك، هتعرف تتعامل ازاي مع الناس. كتير جدا في جلسات الكوتشنج بيبقى المستفيد داخل بهدف معين، وقايل انا الهدف ده اللي عايز اشتغل عليه. من خلال عمليه رفع الوعي اللي بتتم خلال الجلسات المختلفه، بيبدا يقول لا هو انا ينفع اغير هدف، ينفع يبقى هدف تاني مختلف. طبعا من حقه جدا ان هو يغير الهدف. تغيير الهدف ده جاي نتيجه على رفع وعيه بذاته، قدر هو يربط ان الهدف ده ليه جذور تانية او ليه اعماق تانية، او لا هو مش هدفه اصلا، ده انا ليه هدف تاني. كل ده من خلال عمليه رفع الوعي. اهم حاجه الكوتشنج بيعملها ان هو بيشتغل على وعي المستفيد، ان هو يرفع من وعيه، ومن خلال رفع الوعي ده بيقدر حاجات كتيره جدا في حياه المستفيد تتعدل وتتحسن بالطريقه اللي هو عايزها، بالاسلوب وبالسرعه اللي هو عايزها. ده كان فكرتي عن الكوتشنج واللي انا بقدمه في الكوتشنج. ومن خلال الاسبوع الدولي للكوتشنج اللي بتنظمه الاي سي اف، الجهه الدوليه، انا بقدم عروض على الكوتشنج الفردي، عروض للباقه بتاعه الكوتشنج اللي بتبقى عباره عن 3 جلسات بيبقوا عليهم تخفيض اكتر من 50%. خشوا على الصفحه بتاعتي هتلاقوا تفاصيل العرض، اشتركوا جربوا. احنا الواحد لما ايديه او رجليه او بطنه او عينيه او اي حاجه فيه بتوجعه بيبدا يفكر فيه دكتور، يروح لمين دكتور. طيب لما نفسيتنا بتبقى تعبانه بنفكر في مين؟ هل بنفكر في صديق؟ طب هل بيبقى مجدي؟ هل بيحسن الاستماع اليه ولا لا؟ فكروا في السؤال ده. هل نفسيتنا وحالتنا النفسيه مش محتاجه ان احنا على الاقل نجرب ونشوف ان احنا نتعامل مع شخص يكون متخصص في المجال ده ويقدر يسمعنا بطريقه جيده، ونشوف
ونشوف هيطلع كلام صح ولا لا. عايزه اعرف انتوا سمعتوني ازاي، منتظره تعليقاتكم، ومنتظره انكم تشاركوا فيه وتستفيدوا من الخصومات اللي معموله في الاسبوع بتاع الكوتشنج. كانت معاكم لايف كوتش شيماء حزة، اشوفكم على خير.